ضنايا قول يا منى ام مصطفى. قول يا مصطفى. الله يسلمك. ازي حضرتك؟ ربنا يسترك يا اختي. الله يخليك. ممكن اسال حضرتك سؤالين؟ جدا. قولي. دلوقتي حضرتك انا اختي ميته. الله يرحمها وامي واختي. الله يرحمك وكل موتانا يا رب. دلوقتي لو طلوع القرافه حرام ولا حلال؟ لا تروحي يا اختي. يعني ولو صليت لها ركعتين؟ لا ما فيش صلاه عنها. يعني ادعي لها بس. ولما تروحي القرافه بتروحي عشان انت تفتكري انك هتحصليها. يعني هي ملهاش دعوه بيكي. ماشي. طب حضرتك تاني، انا دلوقتي انا متجوزه وعندي 3 اولاد وربيتهم، وانا اللي بشتغل بقالي 30 سنه وانا اللي مربيهم. والحاج بيشد في الجوز ها؟ الحاج بيكركر ومستنيكي ومستني المرتب. ما بيشتغلش. ايه الهنا ده؟ طبعا ما بيشتغلش. بيشتغل ليه يا بت؟ العظيم يعني يا بت يشتغل ليه يا بت؟ يشتغل ليه؟ ما دام لقى الحمار شغال. لا اله الا الله. وبدور الساقيه الحمار. وبدور الساقيه يا بت. يا نسوان اخر زمن. يا نسوان ما تعرفوش ربنا. يا نسوان ما تعرفوش الدين. انتوا عودتوا الذكوره مش الرجاله. اللي في بيوتنا مش رجاله. الراجل اللي ماسك الجوزه ومستني المره تجيب الطماطم معاه يقول لها كل نسيت تجيب الكوارع. تقول له حودت على الجزار ما لقيتهاش. ليلتك سودا الليله دي. ده حيوان. يعني رمضان ايه اللي مستنيه ده؟ اسلام ايه اللي يعرفه ده؟ انتوا قلبتوا الدين كده والدنيا. هو اللي انت يا اختي قبل ما تجيبي ال3 لما كنت تلاقيه متنح كنت تحذريه وتنذريه وتهدديه وتسيبيه. يا بنت اسمعيني لله وكملي كلامك. انت اللي عودتيه يا اختي وما انتش لوحدك. طيب ما اعمل ايه؟ ايوه اعمل ايه؟ عكوها واسالوني. عيني تعملي ايه؟ بطلي من الصبح وهو هيجيبك 4/4 وروح السجن واحنا نصلي عليكي يا اختي. ما تعود 30 سنه يا بت. ما تعود خلاص يا اختي. ما دلدل رجله يا حبيبتي. هتعملي ايه؟ قولي له اتق الله في اخر ايامنا. تعالى نتوب لربنا. كفر عن سيئات اهلك. انزل اشحت. الراجل يا بنتي اللي ما يقدرش يصرف على مراته وعياله يشحت عليهم. لنا نبي قال كده عليه الصلاة والسلام: إن المسألة يعني سؤال الناس لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. الواحد ما مش فقر مدقع. والفقر المدقع هيجي له منين؟ غير إن عنده عيال وزوجة. زوجة دي ما حدش يشوف خيالها. هو يطلع يشتغل ما كفاش الشغل يشحت ويرجع لها بالكوكو والبوكو. انما انتوا عايزين تعملوا فراوده. عايزين تعملوا رجاله. البنت عايزه تعمل مجدع تسرق وتصلح له عربيته عشان هو سواق تاكسي. علشان هي مفكره انها هتطرطر وتهز رجليها بكره يديها بالقايش وبالجزمه. وتعود فين؟ اشمعنى جبتيلي السنه اللي فاتت هتدور على حد تاني تسرقه لغايه لما تروح سجن القناطر. مش كل مره تسلم الجره. نماذج فظيعه. ست لا نفقة عليها. دين ربنا يقول كده. اما تبقى قادره مش تشتغل، اما تبقى قادره تواسيه بشيء من مالها. لا ده عند البروبلمايه، عند البروبلم، عند الازمه. عامل رماده اسمه عامل رماده. انما كل السنين رماده يا حماده. اللي جوزي بيتجوز عليا بألف بركه. وانت في المنام بتزرغتي ولا لا بذمتك؟ لا بعيط وتعيطي بقى وبتاع حاجه زي كده. بايته زعلانه. يبقى انت بايته زعلانه. هسألك سؤال يا ام محمد. اتفضل يا سيدي. هو وانتوا قاعدين مع بعض كده قبل ما تنامي وتتغطي بيقول لك هتجوز؟ لا ده انا يعني انا بالراحه جاوبي ارجوك. ابوس ايدك يا ام محمد. هو ما بيجيبش السيره دي خالص. استني بس. هو ما بيجيبش السيره دي خالص. استني خديني على قد عقلي يا ام محمد. يا ام محمد. بص يا اختي. يعني هو ما بيقولش. لا حرام. نمرة 2 خلينا نعلم الناس مع بعض. نمرة 2 انت واخداه وهو غلبان ودلوقتي عمل لكشه. لا ده احنا الاثنين واخدين بعض عن حب. هو كويس. ما حب؟ انا جبت سيره الحب دلوقتي. بلا حب ما تفكرينيش بقى.
لا مفيش حاجه لا، اسمها لا. حب، الحب انكم ترحموا بعض، لا. هو ده الحب. استني بس، ما الحمد بلا لله. قصص يا ام محمد، خليكي معايا تاتا تات. حاضر فهمي حاضر. بس، انت كنت واخداه غلبان، ايه اللي جاب الحب بقى للغلبان؟ انا بسالك سؤال واحد، كم مستواه تعبان اول ما اتجوزته ودلوقتي بقى معاه اللوكش؟ اه اهو كده اهو كده. وانت صاحيه وبتعملي وبتخرطي البصل، بيجي لك هاتف في دماغك ان يا بنت دلوقتي بقى معاك 150,000، اللي يتجوز زي فلان، اللي يتجوز زي المثلثات ما بتقولي كده وانت صاحيه؟ حديث نفس يا ام محمد، وادي تفسير المنام. ولا هيتجوز ولا هيتنيل طول ما انت جميله وهاديه ومنظفه البيت وزي الفل. بس عايز اقول لك على حاجه، احتمال يتجوز. انت بقى من دلوقت قبل ما يجيلك السكر والضغط تبقى عامله حسابك ان جايز ده يحصل، وانت ما دمتيش ما كنتيش انت السبب. اللي بيشيل قربه مخرومه تخر على قفاه من ورا، وهو اللي هيدفع المهر، وهو اللي هيتحاسب، وهو اللي هيتعنقل، وهو اللي هيتلشوح بالمنجل وكل حاجه، وانت ست زي الفل. لا تفاجئي باي حاجه خالص، لان هو يجوز، مش انا بقول من حقه، ما يقولش حقه الا واحد كسر حقه. حاجه اسمها المباح، يجوز ان هو يتجوز 2 و3 و4، يجوز، مش لازم، لا يجوز. طب ما انت واخده واحد مسلم وعارفه انه يجوز، تموتي نفسك ليه ما دام يجوز؟ ومين بقى المثقف؟ ما انا عارف الاعلام والافلام اللي صور لك ان دي حرب وان يتجوز عليا، يتجوز عليكي وعلى اللي خلفوكي. لا اله الا الله. ايه هو اتجوز عمل منكر؟ هو ده جاب طين وحطه على دماغه. مسؤوليه يا جدعان. ان لم يعدل جاء يوم القيامه وشقه مائل، وهيبات هنا ليله وهنا ليله، ويدي هنا قرش يجيب هنا قرش، ويعمل هنا حاجه يعمل هنا حاجه. ده لو عندكم دين. قولي يا امل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ممكن اسال سؤال يعني بقى؟ خدامك يا اختي. الله يخليك. ماما كتبت ورث، كانت في بيت. ماما ايه؟ ماما ايوه كتبت البيت بتاعها لا لا. باسم 3 اخواتي ليا، وحرمتني انا واخويا التاني. لا اله الا الله. عايشه ولا ماتت؟ لا عايشه. طب خليها تسمعني بقى، لكن بدل ما اقول لك تعالي خديني في عربيه نص نقل وارن امك دي علقه من باب حبي ليها. يا حاجه يا حاجه، مش من حقك يا حاجه. يا حاجه هتولعي، الحقي نفسك وقطعي الورق. مفيش كتابه يا ماما، ما تبيعيش بيتك ابدا نهائي يا ماما. انت بتبيعيه عشان تعملي مشروع من حقك، ان شاء الله رب تموتي مديونه قدرهم وقدرك. لكن تضري ولادك في المواريث عشان دول وحشين ودول قدروا يبلفوك يا مبلوفه يا مبلوفه. انت ده مشتق جديد ده في اللغه العربيه. يا مبلوفه يعني يا هبله، يا اللي قدروا يضحكوا عليك العيال هيودوك النار. انت عندك شقه تمليك اشتريتيها في عمارات الرشاح في المطريه، وعايزه تبيعي البيت اللي في حدائق القبه وتنقطي عيالك زي بعضهم بنت زي الولد، وتشيلي لك برضه كام قلقاسه، قلقاسه يعني 10,000 جنيه، كام قلقاسه كده. احمد اهو يا عم، مش ام احمد. ام احمد. ام احمد حاضر. قولي يا ام احمد. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. الحمد لله. ام احمد منوراني، اتفضلي. نورك يا حاج. بقول لحضرتك احمد ابني متجوز وقعد 3 سنين مع زوجته يعني وكده هوت، بس كان كل حياتها برضو خلافات، هي اللي بتخلق الخلافات. هي بتخلقها وابنك بريء. نعم. وابنك بريء وانت مالكيش دعوه. لا 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 لا، ده قدام عينينا والله العظيم. يعني انا قصدي ان حضرتك ما بتدخلتيش باي زومبه، وابنك بريء وهي بنت شيطانه انتوا رحتوا جبتوها من عيله ابليس. لا والله يا عمري. امال ما هي كانت حلوه وكانت تخش برجلك اليمين ويا منورانا ونفسي ولما تبقى مرات ابني. أيوة. وكانت بتقول لك يا نينا ويا ماما قبل ما تيجي لابنك، وكانت على قلبك زي العسل. مشاكل ايه اللي عملتها؟ وليه انت كست كبيره ومحنكه اهو وصوتك بيقول لي انك خبره، ليه ما قلتش من الاول البنت دي ما تنفعناش هتعمل لنا مشاكل؟ هي اساسا كانت جايه في نيتها ان هي عايزه مثلا ابني وبس، مش عايزه اهله حواليه. طب وماله؟
ما تحس هي الاحساس لما المنايب بدأت بنيلة ده. الحياة- استني بس، استنيني ما تخليك ابدا خبيره في القلوب والنيات، مع ان ربنا لوحده اللي يعرف النيه دي. ونعم بالله. يعني انت تستغفري يا ام احمد من حكايه هي كانت جايه نيتها، ما تخليها تحس الاحساس الاخضر ده يا ام احمد، او ام احمد اصبر عليها 3 تمن ثانيه، ما تخليها تحس الاحساس الاخضر المنيل بالستنيله ده، وانت تغيري لها وجهه نظرها وخليها تحبك انت، وتقول يا لهوي ده انا كنت جايه ومنوهه بالواد بس طلعت امه قمر واحسن من امي وارحم بيا من امي، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا رب يتوب عليا، يا رب يتوب عليا، حماتي طلعت قمر يا ربي، وحمايا زي ابويا بيكح قبل ما يدخل عليا ولا عمره شاف رجليا، يا رب اشكرك يا رب، يا رب اشكرك يا رب، الله بعد خير يا نينا، بعد خير يا تيتا. ليه ما نعملش كده؟ ليه كده؟ ليه نحط رجل على رجل ونتهم بنات الناس بان هم جايين ياخدوا الواد وبس، ولا اهله دول كانوا هببوا له ايه؟ هي عند الحقوق كلنا نتلم على الفريسه وعايزين نبقى اهله، يعني سقينا شاي بقى، انا امه جيبي لي شاي بجوزه، ودي خالته شاي بس من غير جوزه، انت جايه خدامه عندنا. طبعا بقول للبنيه اوعي تكوني مفكره انك جايه تاخدي الواد وبس من غير اهله، انت جايه تعينيه على صله اهله. وبقول لاهله اتقوا الله في البنايه ودموها واحتووها، وخلوها تغير الفكره اللي انتوا اعتقدتم انها ملصقه بها وانها كانت نيتها الوحيده، وتبقى الدنيا كده. بتقول لي قول يا زينبو، منى البكري بتقول لي انا قول يا زينبو، وحطيت لي الضمه، ربنا يسترك يا منى. يا دكتور دلوقتي ان انا بنتي متجوزه في مركز جنبنا. مالها؟ بنتي متجوزه في مركز جنبنا. وبعدين هي غضبت 15 يوم. غضبانه. ورحنا بعد ما غضبت 15. ايوه. ورحنا بعد 15 يوم رحنا اشتكينا. اشتكيت على طول كده؟ ايوه. وبعدين طب واشتكيتوا ليه؟ ما صبرتوش شويه ليه؟ ده اللي حصل يا دكتور. اشتكيتوا على طول كده اهو. وبعدين خدت 20 راجل و3 عربيات. ورحت فين؟ ما اسمع يا دكتور. ايوه ورحت فين؟ يا دكتور. ورحت فين؟ وخدت 20 راجل ورحنا خلانا جلسه في انتخابات السيسي، ورحنا جبنا العزال كله. جدعه. وبعدين رحت طلقتيه. ايوه. وبعدين احنا دلوقتي جبنا شهود زور ان احنا بناخدوا العزال، ان احنا ما خدناش العزال وبنطالبوا بالعزال تاني. ايوه. وحارمينه ان احنا ما نشوفش عياله. جدعه. ده فاضل ايه تاني؟ ما معكيش طبله؟ ما معكيش طبله؟ استني بس استني، انت حد مأجرك عليا يا بت؟ والله يا دكتور ده اللي حصل. وايه اللي جاب انتخابات السيسي للعدوان والافتراء؟ ما من ايامها. لا يعني وبتكيلي لي ورا بعضه وبتعترفي انك حايشين العيال عنه، عايزه تدخلي الجنه؟ طيب يا دكتور هو نفسه يشوفوا العيال، ولما جه عندنا يشوفوا العيال ضربتوه؟ ايه ليه؟ عشان تدخلوا الجنه ولا عشان يعملوا لكم تمثال؟ احنا ضربناه عشان يتجوز. انتوا عملتوا ضربتوه عشان يتجوز؟ ابن كلب حرامي الادب، كفر بالاسلام. يا نهار اسود يا دكتور. يا نهار اسود. المهم استني بس، يعني بنتك مخلفه منه كام؟ بالتاي 2 2. ايوه. وفي عريس جه يقدر يشرب الشاي دلوقتي وعايز يتجوزها؟ لا ما فيش حد لحد دلوقتي. ولا حد هيجي لك ولا يعبرك ما دام عرفوا انك في توايه وخدت العزال يوم الانتخابات بتاع السيسي وعجنتوا الراجل عجن لما جه يشوفوا علاده. مين هيتجوز بنتك؟ مش هيتجوز بنتك واحد الا واحد يقدر يخبطك بالشومه اخر. لا طب سؤالك ايه يا زينبو؟ هل ده حرام بقى؟ انا ظلمت البنت. حرامين 2 و4 حرامات و80 حراما بالتمييز يا بت. حرام مين يا بت؟ حرامين و4 يا بت، تشبعي حرامات. حرام عليكي يا اختي. الواد يشوف عياله يا حبيبتي، وسيبك من اللي راح بقى بدام طلقتوها وعرفتوا تشتكوا، لكن يشوف ولاده وولاده يشوفوه، لا يجبروا ولاده ويقولوا لك خدي يا جده زينب كده تعالى ما ابوسك، وتيجي مقربه عشان يبوسك يجي واخدك بالبنيه موقع سنانك في حنكك اللي هو بقك يعني بالموضه. الواد يشوف عياله يحرق الجواز على اللي بيتجوزوه بالطريقه دي. الواد يشوف ولاده وولاده يشوفوه. يا زينب هتولعي يا زينب انت واللي جابوك اللي عملتوه ده عدوان. قولي.
والنبي الله يبارك لك يا حضرة الشيخ. قولي. انا بنتي مشان هي حضرة الشيخ لقيته على السرير هنفتيه. ايه؟ جوزي ماله جوزها؟ لقيته على السرير 3 نوبات. لقيتيه ايه؟ على السرير 3 نوبات مع واحدة. انت لقيتي جوز على بنتك؟ السرير. استني، انت لقيتي جوز بنتك على السرير مع واحدة غير بنتك؟ بنتي ايه؟ بنتي يا حضرة الشيخ. انت انا مش سامع كمان. 3 نوبات. استني بس، استني. يا حضرة الشيخ بالراحة. لقيتيه مع بنته؟ ولا مع بنتك اللي هي مراته؟ بنتي انا بنتي مراته. لقيتيه على السرير مع مراته؟ مراته. ما هي بتقول مراته دي. مع واحدة جايب واحدة. يعني جايب واحدة غير مراته؟ يا حضرة الشيخ واحدة غير مراته. وانت دخلت كده كانوا سايبين الباب مفتوح؟ كانوا سايبين الباب مفتوح؟ لا كانوا هو وياها على سريري 3 نوبات. 10 نبات بس كانوا سايبين الباب مفتوح؟ 3. احنا بنحققه في كم مرة؟ وطي البتاع ده بقى عشان نعرف نتكلم. وطي التلفزيون ابوس ايدك، هيلقطونا في اليوتيوب 3 ثواني غلط ويجرسوا الدنيا وهم مش فاهمين حاجة. يا رب المرة دي يفهموا بقى. الدنيا معكوكة والاتصال جالنا تاني. وطي التلفزيون يا ام احمد. وطي التلفزيون بلا بلا لا. وطي التلفزيون. التلفزيون خلاص يا ام يا يوسف. طيب يا حضرة الشيخ الله يبارك لك. اسمعي اسمعي. جوز بنتي مسكته في مفتاح. وأنا مسكته مفتاح سامحها وهي بتقرأ المصحف. سامح مين؟ جوز بنتي. ما هو انا سمعتها 40 مرة يا ام احمد. ركزي معايا. ايوه. انت بتقولي انك شفتي جوز بنتك مع واحدة تانية غير مراته. لا ده بنتي اللي شافته. وجت تحكي لك يعني تاخد رأي. ودي صريحة وروحها. وتعمل فضيحة. وهي بنتك وروحها مسكته تاني اليومين دول مع واحدة. مسكته. ايوه اصله كان بيجري وهي مشي جريت وراه ومسكته. يا ام احمد يا ام احمد. ايوه. كانوا سايبين الباب مفتوح. هي خبطت عليه فتح ليه. برضه طبعا ما فتح لها بقى. يبقى شافتهم ازاي على السرير؟ كان جايب السرير معاه لحد الباب. يا ام احمد يا ام احمد يا ام احمد. كان جاي من جوه طاير بالسرير. هو واللي معاه على السرير. وطار السرير عمه فؤاد رايح اصطاد لغايه لما فتح لها الباب. ازاي شافته مع واحده وهو اللي قام فتح لها؟ يبقى زي ما قلت كده كان نايم على السرير والسرير عليه العشيقه وداس على الزرار في سنه 4000 والسرير عامل كده بنفس الهيئه اللي هم عليها عراة زناة وفتح الباب وقال ادخلي يا اللي ما تتسميش. خيال علمي بقى مفيش. واحده جوه. اما نحقق بقى علميا فقهيا. صوروا يا تيوب ويا بتوع اللقطات الحلوه صوروا. انا هساعدكم اهو. لما نحلل فقهيا لا تثبت هذه الجريمه اللي هي الزنا بمجرد انك تشوف 2 مع بعض على سرير. لازم تتاكد من تعريف الزنا انه محقق. يعني حد بيعامل واحده مش مراته على انها مراته. ما اقدرش افسر غير كده. افرض ده حصل. احنا قلنا ايه؟ قلنا حاله منك. ما بنقولش للست دي اقدري وعيشي معاه بالعافيه، ولكن بنقول لها مش هيلطك مجرم على نفسه. البيوت بتخرب وانا قلت اهو الاختيار اساسه غلط والجواز كله غلط الا من رحم الله. دي حاجه تانية صغيره جدا. احنا قلت يا نصلح يا نتنيل على عينينا نستمر مع الوجع. ما هو ده من الوجع. انت مفكر يعني ايه؟
ده معناها ان واحده اكتشفت ان جوزها ده عينه زيها وهيقرفها وهيضيع فلوسه على النسوان وعلى البنات وعلى الشات، هتلم مين وتربي مين عيال وهو ضايع وصايع وبتاع. يا تعالج وبالراحه وجواز واستقرار وانا خدمتك، ودي عايزه جامعه لوحدها. اقعد تفكر بالكلمتين اتنين، ده لازم تتكلم ازاي وتقول امتى وفي اي الاوقات وتحاول تعمل ايه، واي الخدع الشرعيه يجوز لها انها تعملها. دي مدرسه تانيه خالص. افرض ان الكلام ده صحيح، وضبطت المرأة المسلمة زوجها مع امرأة أجنبية في فراشها وتأكدت أن هذا من قبيل الزنا والعياذ بالله الكبيرة المحرم شرعا، وتعمل إيه؟ تعمل إيه؟ قلنا حاجة من الاثنين، يا إما الراجل ده الله يهديه ويصلح حاله ويتوب وهي مش ملطوطة. يعني مش ملطوطة يعني مش هتشيل ذنب، مش هتشيل ذنب، هو اللي هيشيل الذنب. خلاص تقدر على كده وتربي ولادها وتقول يا رب، وتقول يا رب في صلاتها. مش هتقول له دلوقتي في هذه الساعه انتوا عايزيني اقول اول ما افتح لها الباب تمسك سكينه كده ابقى انا نصير المراه كده، ابقى انا راجل عكاك. دي واحده حصل فيه كده، حصل، نفرض ان ده حصل. ايه بقى؟ ايه الحل الشرعي؟ الحل الشرعي ايه؟ ان البني ادم ده نسأله كلنا ربنا الهداية، لكن هي خلاص الصدمة وجت لها مصيبة ابتلاء ونكد وحل بيها. تعمل ايه؟ حاجة من الاثنين، يا هتقعد معاه إذا كانت فاهمة اللي أنا بقوله إن ده غلط وإنه ممكن يجي من بره عامل كده، بس هي ما شافتش، هتفرق سنة، بس هي ما شافتش. لا هو جاي من بره مستحمل ومبرفن، أو مش مبرفن عشان ما تقولوش كتير حليمين حاططها لك. نرجع للأفلام تاني، مش عايزين أفلام، إحنا عايزين حد بيفكر بشرع ربنا، شرع ربنا إن هي تهون على نفسها، لأن خراب البيت بالنسبة لها كامرأة ضعيفة غلبانة مسكينة تسيبه للحل التاني، تسيبه. أنا قلت تقعد بالعافية. أنا راجل أبقى أستاذ، اسمه أستاذ مش مدرس، وأقول كده تقعد وتعمل كده، هنلطش، هنسرق كلام، عايزين نفرج الدنيا على الغلط. هي براحتها عايزة تقعد وتتقبله. زي الهانم اللي متصل بيه أول حلقة أنا قلت إيه؟ ساعتين بتعيط تقول اترجاه يرجعني، والنهارده ما تقولش لا اسمي ولا عنواني. خلاص يبقى هو الراجل بقى عارف نفسه وهيروح يرجعك يا اختي وربنا يكرمكم ويشتغل. انا اللي ارجوه ده للمسلمين كلهم، لكن انا متاكد انه لا هيشتغل ولا هيتنيل وهيجيب عينه ثانيه تكون ضحيه وهيشحتوا بيها، وممكن جدا تختم بسكينه في بطنه او سكينه في بطنها والاسوار تزيد 2 والبنتين يبقوا اطفال شوارع. امال الحياه يعني ايه؟ امال الحياه يعني ازاي تبقى حياه؟ ازاي تبقى حياه؟ واحد ما بيشتغلش واحنا عندنا الخطاب الديني 3/4 فلوس. ما الحياه كده، كلي واشربي وقري عينك، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قرة عين لي ولك في قصر مش في قرابه. ما فيش حد بيتهنى بعياله في ضنك من العيش، ما حدش ممكن يسعد بولاده في عيشه ضيقه. وليسعك بيتك يعني خلي بيتك واسع واقعد في بيتك. لها تفسيرين عند مبروك عطيه. لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لربيعه وليسعك بيتك واحفظ عليك لسانك، يبقى ده معناه خلي بيتك واسع لك، ما تقعدش على القهوه، وبيتك يبقى واسع، يعني اللي اوضتين يبقوا 3 والبيت الضيق يبقى واسع، لان في اولاد هيكبروا هيبقوا شباب ولهم خصوصيات وحياه لازم تكون موجوده. انت عايزاه، انا بقول لي ارجع لها، لان هي بايظه وهي بدل ما تموت ولا ترتكب جريمه ولا بتاع، خليك معاها لغايه لما تموتوا بعض. يا اما ربنا بقى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، بس امر ايه بعد واحد عدى ال40؟ يبقى واحد في ال40 سنه، او هي بتقول لي ما اعرفش كام و30 38 الا ربع، وهتجيب له تورتايه ان شاء الله، هتعمل جمعيه وتجيب له تورتايه في عيد ميلاده. تخيلوا حضراتكم، تخيلوا انا اقبل ده ازاي؟ وازاي تطلب مني ابقى ريلاكس وانا بسمعه وابقى مبتسم؟ حضرتك معايا؟ دلوقتي بعد عمر طويل لبابا، يا ترى انا هاخد النص ولا زي ما احنا ماشيين دلوقتي بابا بيعاملنا انا زي اخواتي؟ لا ان شاء يعني الله. اللي طالعه شوف العيال يا اخويا، العيال ابتدوا يفكروا بعد عمر طويل وهم عايزين ابوهم يموتوا الصبح. لا هما ايه بعد عمر طويل وبتفكروا ربنا يديله طول العمر وتموتوا في حياته ويروح يدفنكم، اللهم امين. ربنا يديله طول العمر. واي عيل انا بقولها على الهوا انا بقولها على الهوا اهو. اي عيل بيقول على ابوه او امه بعد عمر طويل الهي وانت جاهي، ابوه اللي يدفنه
وابوه اللي ياخد نصيبه من ميراثه ويورثه ويتجوز غير امه ويخلف عيال تانية صالحين ما يجيبوش السيرة دي نهائي الا في قاعة الدرس. في قاعة الدرس يقولوا نعمل ايه لما المسلم يموت، مش بابا بعد عمر طويل. عمر طويل ايه ولا قصير ايه؟ عموما يا حبيبتي ما دام الموضوع ده شاغلك قوي، بعد عمر طويل وحسن عمل لابوكي هيبقى ميراث يا اختي وللذكر مثل حظ الانثيين، مش زي ما انت عايشه. لكن هو دلوقتي بابا المفروض ما يدكوش ولا تعريفه من العماره، ما دمت انت اتجوزتي واخواتك اتجوزوا، العماره بتاعت بابا يروح لكل واحد فيكم بكيس فاكهه. لكن لا انتوا بتليكوا حق عند ابوكوا ولا حاجه ما دام رباكوا واستقلت حياتكم. ابوس ايادي الخلق يا رب نفهم دين. العك جنة منين؟ العك جنة منين؟ ابوس ايادي الخلق يا رب نفهم دين. انا ماليش حاجة عند ابويا ما دمت استقليت بحياتي. النفقة ما عادتش واجبة. لكن بعض الاباء والامهات برضو ثقافة مسلسلات. فيعمل ايه؟ الواد يتجوز والبنت تتجوز وهو عنده عمارة بتجيب دخل اسمها بتجيب لنا واحنا كتاكيت ويا حلوة. انما انت بقيتي ابله متجوزه استاذ، الاستاذ ده هو اللي يجيب لك كوكو والبوكو ويديكي 200 جنيه تروحي تزور ابوكي اللي هو عنده 40 عماره، مش عنده عماره واحده. يقول ما تروحيش عند عم الحاج فاضيه، لا يقول عليكي متجوزه راجل تافه. خدي زياره لامك، شوف ابوكي بيحب ايه، مسؤول عن النفقه بتاعتك وعن كسوتك. ابوكي ملوش دعوه اطلاقا الا من باب المواساه. يا عيني المواساه مش يوزع بالتركه. راجل بحبه ممكن مش حبه، ده مش حبه وده عك. العك بتاعه خلاه يعمل كده. ان العماره بتجيب 10,000 كل شهر، عندي 5 كل عيل ياخد 2000. بنت زي ولا يا رب خليك يا بابا اسكع الكريمه، تاليف عباس الاسواني، تلحين سيد مكاوي. الكلام ده كله كان المفروض يحج بيه ويعتمر ويشوف المساكين. الراجل ده مش هتنفعوه بالطريقه دي ابدا، في ناس تانية وربنا هيحاسبه، لان النفقه ما عادتش واجبه عليه. في ابن له بيشتغل ب 750، هل يجوز ان انا ادفع زكاتي لابني؟ لا لا لا. لكن ادي ابني حباب عينيا لو كان محتاج، او اكمل له الناقص. انما اوزع بالتساوي، انا غفير عندكم، ربنا رزقني بعماره بعد شقه، اوزع اللي يجي منها عليكم بالتساوي. هو ايه ده؟ يديكم كل واحد شقه لو كنتوا محتاجين بالتساوي، اسمها هديه وتنقطع. لكن قولي توزع كل يوم مرتبات كل شهر، لا يا حبيبتي. وبعد عمر طويل ان شاء الله هتاخدي نص اخوكي لو كان ليكي اخ ذكر، وطبعا ليكي اخ ذكر لانك انت قلت دلوقتي ان احنا يعني بيعاملنا زي بعضينا. عايزه تطمن بنتنا على انها ان شاء الله بعد ابوها ما يموت برضه حبوكش اخوها هيديها ال2000 بتوع كل شهر او ال4000 زيها زيه. ادعي بقى لابوكي ربنا يطول في عمره عشان تاخدي زي الولد. ما ينفعش الكلام ده ابدا، ولا بعد عمره ولا حد يجيب السيره دي. وانا ليا كتاب اسمه النكد اسبابه وعلاجه، ومن اسباب النكد الكلام بتاعنا اللي بنتكلموا فيه ده. بعد عمر طويل الشقه دي فلان، بعد عمر طويل انا لو جرى لي حاجه، يا اخي الحاجه لما تشيلك حاجه اللي تجرى لك اقعد كل اللقمه وانت سعيد وانت مبسوط. واما بنعمه ربك فحدث. القران الكريم وانا عامل فيه دراسه هنشوف منها خير في رمضان الجاي لو عشنا وكان عمر واشتغلنا. الدراسه بتقول اني الاحتمالات في القرآن الحياة فيها مقدمة على الموت، والموت ملوش سيرة، والموت ملوش سيرة. يعني النبي رايح المعركة في كام احتمال؟ يا يموت يا يرجع. ربنا يقول له ايه بقى؟ فإن مت لا، قال له فإن رجعك الله اللي رايح يحج عندنا احتمالين، يا يموت هناك يا يرجع. ربنا قال ايه؟ فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. يبقى في أمل يرجع. احنا بقى ايه؟ رايحين نحج، لو جرالي حاجة خلي بالك يا بتعب العيال. مسلسل عربي مش قرآن مش دين. أبوس أيادي الخلق يا رب نفهم دين. نعم يا خالد بيه. ال 3000 جنيه دول او اللي كام يا رب 30 يوم 30 يوم 60 مسكين له و60 مسكين لمراته 120. والله لا اقول لك على الكل واضربها لك في 50 وانت راجع ورايا لان الهوا ممكن اغلط فيه. 10 6000 جنيه. ممكن بقى شوف الشفا بقى اللي هقوله لك انا. يابا 5000 3000 يا لهوي ابا لا،
كل شهر يطعم شويه واحسبي يا حسابه، لان رحمه ربنا اوسع منها ما في. مش لازم يطعم ال60 النهارده وال60 بتوع المدام اللي كانت مزه من 25 سنه، والنهارده لا عارف يجي جارها في رمضان ولا بعد رمضان ولا بالليل، لكن ربنا اراد به خير ان هو يتوب ويستغفر ل 25 سنه فاتوا، عليه في رقبته يعني عليه في رقبته. ما تيسر يعمله. لكن اسمه اطعام مسكين، لا افطار وسحور ولا سحور وافطار. فطار ايه وسحور ايه؟ دي كفاره اطعام مسكين بعد عن رمضان نهائي، عشان ما تحصلش اللخبطه اللي احنا فيها دي. بعد رمضان يا اما تطعمه في رمضان، بس اسمها اطعام، ملوش دعوه ولا بالفطار ولا بالسحور ولا بجلمبه. اسمه اطعام مسكين مش افطار صائم. افطار صائم دي فايل تاني. إذا كنت سيادتك عايز تفطر صائما فلك مثل أجره دون أن ينقص ذلك من أجرك شيئا أبدا. لا، دي ورقة ودي ورقة. إطعام مسكين يعني ده متربة، يعني مش لاقي ياكل، يبقى هياخد له 50 جنيه متوسط لكل بني آدم من ال60، 3000 له و3000 للهانم. واللي دلوقتي بقى يخاف بقى يبقى يعرف ما بلاش الحكايه دي، واستنى لما المغرب يبدا ياكل تمرايه ويقول لها تعالى ما افطر عليك يا قطه. والله يعينه لغايه قبل الفجر.